بتكون طلعوا المغلوب بيكون حسابات صعبة، حسابات قوية جدا أمامك. بس 90 دقيقة صراحة اللاعبين أدوا اليوم أداء جيد مع فريق منتخب سعودي قوي. صح الصف نقول صف ثاني، صف المهم يبقى اسم السعودية قوي جدا في عالم كرة القدم. صاحب بطولات، صعود كأس العالم، تاريخ. ونفس الشيء السعودية قادرة تلعب الصف الثاني الثالث الرابع، عندهم دوري قوي أفضل دوري عربي، عندهم مخرجات مواهب. وهذا اللي شفناه في مباراة اليوم، هم سيطروا على المباراة 62% استحواذ على المنتخب السعودي، بس قدرنا بخبرة اللاعبين كسبنا اللقاء اليوم مباراة ويستاهلوا. صراحة فرحان، نفس الشيء فرحان الشعب العراقي. أنا اليوم قالوا لنا كان الساعة 6 دقيقة، قلنا أنا وجمال بنتحرك الساعة 4 ونحن رايحين والناس رايحة الملعب. يا أخي صراحة الشعب العراقي أنا أول مرة أشوف كذا. نحن اليوم احتفالات في الشارع بنرقص، كنا في الملعب، توك توك من هنا، باصات من هنا، سيارات من هنا، وحد يقفز من الشارع وينادوا علينا. صراحة برنامج المجلس هذا حقق لنا يا خالد شهرة غير طبيعية بين الأطفال والنساء، وكان متحرك. نحن داخل من هنا والشعب بيرقص على الحديد، أنا ما شفته، وكلهم بينادوا علي، فكرت نفسي والله ميسي، والله قدني ميسي على الحديد، وهم يريدوا يصوروا ويصافحون. صافح الشعب كله. انا اتذكر احمد الرواش ولا ميسي. تعال يا اخي كيف بتفوز على العراق اذا كذا هو، اذا نحن عشنا كذا كيف اللاعب يعني بيفرح؟ والله انا جاي يمكن الاف اطفال كبار عادي اللي يبغون يطلع وين فوق بلكونه كذا، قلت له وين اطلع درج جايبين الدرج وين يشيل الوزن بيطيحهم. المهم صفحنا. يعني كيف شعور اللاعب العراقي؟ اذا شعورنا نحن ما لعبت كوره نفسي انزل الملعب من هذا التهاني، وحسيت نفسي كريستيانو ميسي، عشت الاقواس بالالاف هذا يصافحوك ويصوروا معك. ان شاء الله دائما. ايه دائما شوف اللاعب، ليش اللاعب العراقي والمصري والسعودي وبعض الدول ليش تفرق يا خالد في كره القدم؟ يا اخي وراهم جمهور مجنون. انا شفت تحت السعوديه رحت ومصر نفس العمليه، وراهم شعوب يا اخي اذا حتى رجلك مكسوره يمكن تلعب من الحماس. اذا نحن من عمان بيسوي لنا تحيه كذا. كيف اللاعبين العراقيين؟ عموما صراحه بطوله انا اشوفها من افضل البطولات من ناحيه جماهيريه. جمهور مجنون في كل مكان، الصباح بالليل رقص. دحين مخلصين مباراه كنا نشيلوا البطوله. هذا دحين كل مباراه كذا الاف كذا والعاب ناريه. كيف اذا شيلت البطوله هذا احتفال؟ يمكن احنا يا خالد يقولوا لنا تذاكر 3 ايام بعد ما نخلص المجلس نحتفل معاهم. والله نعيش هنا في الكورنيش. يستاهل والله الشعب العراقي، فرحنا له. وشعب ما شاء الله. رحنا الحلاق بلاش، دخلنا مطعم بلاش، رحنا تاكسي بلاش، عايشين بلاش يا شعب. لا متى والله بلاش، حياكم بلاش. تستاهل يا اخي. الله يخليك. نروح الى صلاح السعد.